وحشتوني حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل منظم التحفه ده، وهنعمله كله من ورق الكانسون. جبت معايا ورقه مقاسها 21 في 21، وبدات اتنيها نصين بالشكل ده. هضغط عليها جامد، انا هضغط عليها بالمسطره، وبعد كده هتنيها كمان مره نصين، وهضغط عليها كمان بالمسطره. انا بضغط عليها بالمسطره عشان التنايات تبقى واضحه معايا. بقت معايا بالشكل ده. هاجي من الطرف واتني بالشكل ده. هعمل مثلث هوصل له اول خط انا عاملاه. هكرر نفس المثلث في الاربع اطراف. خلاص انا كده تنيت كل الاطراف. هبدأ اعدل الخطوط عشان تبقى معايا بالشكل ده، وهتني التانية كده عند المثلثات اللي انا عاملاها، وهتني الجنب التاني، وبعد كده هقلب الورقة واتني الطرفين، وهثبتهم كده في قلب بعض. بس قبل ما اثبتهم انا عندي مستطيل من الورق قصاه، الورق الابيض العادي. هبدأ اثبتها بالشكل ده في قلب الورقة واقفل عليها. عملت منها 6 الوان بنفس الطريقة. هبدأ اجيب الدبل فيس او الشمع او السوبر جلو. انا ثبت اول واحدة بالدبل فيس، وبعد كده هبدأ اثبته بالشمع. الطريقتين هينفعوا، بس الشمع بيبقى اقوى. ثبت قطعتين من الدبل فيس، وثبت الاتنين في قلب بعض. بعد كده نسق الالوان حسب ما انت عايزة، اختار الالوان اللي بتحبيها. هنا انا بدأت اثبت بالشمع. احط حبة شمع على الجناب وفي قلب الورقة، وهبدأ اثبت كل الالوان اللي معايا. المنظمات دي تحفة، بسيطة كده ورقيقة وما بتكلفناش حاجة. الفكرة التانية بالفيديو هتعجبكم قوي. انا بحاول اعمل لكم حاجات بسيطة عشان تفرحوا بيها الاولاد. الادوات الايام دي بقت غالية ومكلفة. خلاص انا هنا وصلت لاخر جزء. هبدأ احط شمع على الجنبين عشان تهيست معايا في الطرفين، واثبته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص انا كده خلصت المنظم. هيبقى فاضل معايا القاعدة. بدأت ازود حبة شمع صغيرين كده في قلبه واثبته حلو. لو حابة تسيبيه كده شكله برضو هيبقى تحفة، بس انا هزينه بالاميرات دي ورقة انا طبعاها من موقع بنترست، وثبت عليها الستنسل الشفاف بالشكل اللي انتوا شايفينه عشان تحافظ عليها. انت هتطبعي الورقة اللي تحبيها. لو ولا ممكن تطبعي له سبايدر مان او باتمان. هبدأ اثبت قطعة من الدبل فيس، وهبدأ اثبت كل الاميرات بالشكل ده. غيرت شكل المنظم بقى شكله تحفة. حاولت انسق الوان فستان الاميرات مع ورق الكانسون. امانة عليكم لو استفدتوا من الفيديو تكتبوا لي تعليق حلو، بيفرق معايا والله. تعليقاتكم الجميلة دي بتشجعني ان انا اشتغل تاني. تدعموني باللايك وتنوروني في القناة، وشيروا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم. ثبت كل الاميرات بقى معايا المنظم بالشكل التحفة ده. هجيب ورقة من الكانسون وهبدأ اثبت عليها المنظم بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهاخد العلامات كلها. بعد كده هسيب فيها زيادة حوالي نص سنتي، وهتني الاطراف بالشكل ده، وهبدأ اثبتها بالشمع. لازم تثبتيه بالشمع او السوبر جلو عشان تثبت معاكي حلو، عشان دي القاعدة. شكله بقى قمر خالص. هبدأ اجيب كل الاقلام اللي عندي وهبدأ احطها كده في المنظم. بعد ما حطيت كل الاقلام اخد معايا كمية جميلة. اي ادوات موجودة عندك ممكن تستخدمينها المنظم التحفة ده، مساطر او مقصات او كتر. كمان الاستيكرات دي انا مزينة بيها الاقلام الموجودة معايا دي، ممكن تشوفوها في فيديو تاني على القناة. وفي افكار للانشطة المدرسية ومجسمات لو حابين تشوفوها موجودة على القناة. جربوا يا حبايبي تعملوا المنظم التحفة ده لأولادكم، هيفرحوا بيه، وهيجمع معاكم الأدوات المتنطورة هنا وهناك. ويلا بينا حبايبي على الفكرة التانية. علشان نعمل الميدالية التحفة دي والقلم الجميل ده هستخدم بواقي الخيوط اللي عندي، وممكن نعمل منها أشكال كتيرة زي اللي موجودة قدامكم. هجيب قطعة من الكرتون وأقصها بالشكل اللي انتوا شايفينه، والف عليها عدد اللفات. انا لفه هنا 40 لفه. لو حابه تعملي القلب اكبر هتلفي عدد من اللفات اكتر. هقصها بالشكل اللي انتوا شايفينه،
واقص قطعة من الخيط صغيرة، هربطها ربطة صغيرة واسحبها من على الكرتونة. هربطها ربطة كمان عشان لما اسرحها ما تتنسلش مني. هبدأ اقصها بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد ما قصيت كل الجناب بالشكل ده هبدأ اسوي الاطراف علشان لما اسرحها كده بتبقى مظبوطة معايا شوية. هجيب مشط صغير او اي حاجة عندك تسرحي بيها، حتى لو فرشة اسنان، وهبدأ اسرحها. لما بعمل الخطوة دي بتنفش معايا الدايرة وتبقى ناعمة وشكلها جميل. انا بعد ما سرحتها بدأت اسوي الاطراف بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده هعمل دايرة كمان بنفس عدد اللفات بس لونها ابيض، وهعمل واحدة كمان نصها ابيض ونصها بالخيط الاحمر. لو عايزة لون واحد هتعملي كل الدواير بلون واحد. هحط حبة شمع في قلب الدايرة البيضاء وفي قلب الدايرة الحمراء، وهبدأ اثبتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه في قلب بعض. وبعد كده هحط حبة شمع صغيرين في الدايرة التانية، وهنثبت الجزء الابيض تحت الجزء الابيض والجزء الاحمر تحت الجزء الاحمر، وهتك عليهم حلو قوي. وبعد كده هبدأ اظبط الشكل بالمقص، هعمله على شكل قلب. هقص كل زيادات واعمل فتحة صغيرة كده من فوق. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش تدعموني باللايك، جزاكم الله كل الخير. خلاص انا كده خلصته، شكله بقى تحفة. وعملت منه واحد كمان باللون الاحمر، احمر كامل. ده عملته صغير شوية، عدد لفاته اقل. هجيب قلم وهجيب السلوتيب الملون ده وهبدأ اثبته على القلم عشان يبقى لونه حلو. بعد ما هثبته بالشكل ده هبدأ احط على طرفه حبة شمع صغيرين، وهبدأ اثبت القلب الصغير الاحمر فيه. شكل القلم بقى تحفة، وعملته من حبة خيوط صغيرين. والقلب التاني ده انا هعمله ميدالية، انا عاملاه كبير شوية. هجيب الحلقة بتاعت الميدالية دي هتجيبيها من عند اي حد بيبيع خيوط، وهبدأ اثبت الابرة عادي. هثبتها في الشمع اللي انا لزقت بيه. وممكن تعملي حتة خيط من اول من البداية تسيبيها كده عشان تثبتي فيها الحلقة. انا هثبتها كده، لفتها مرتين 3 بقت معايا بالشكل الجميل ده. خلاص انا كده ثبتها بقى شكلها تحفة. ممكن نعلق فيها المفاتيح او تعلقيها في طرف شنطة او بوك عندك. ولو حابين تعملوا كل الاشكال المثبتة في الاقلام قدامكم دي، انا عاملاها بفيديو تاني موجود على القناة. كلها افكار بسيطة وسهلة ومش هتكلفنا حاجة. حبة خيوط ورسومات ممكن تطبعها من موقع بنترست، او نعمل اشكال بسيطة من قصاقيس الفوم زي اللي انتوا شايفينها دي. يا رب الافكار تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.